منافسين ليا؟ مفيش مكافأة ليها. يعني أول ميدالية في تاريخ مصر وزارة الشباب مش هتكافئ اللاعبات. يعني ليه؟ ليه؟ عشان اللائحة بتقول إن لازم يكون معاها 8 دول. بس انا الميداليتين بتوعي اتاخدوا في بتاع دوت، حققوا ترتيب عام لمصر، ومصر اخدت بسببهم تالت عام. بطلة اسكندرانية، تاني عالم في الكونغ فو، شروق أشرف المهدي، جت من اسكندرية. شروق زعلانة، متى تشرق الشمس على أبطالنا. الشروق ده كنت ممكن أقول لأ، نأجل الحلقة النهاردة كلها ونخليها ما بين السياسة، ولكن الرياضة. شروق لقيتها بنوتة تالتة إعدادي وجاية من اسكندرية، عايزة تاخد حقها. مادام ليها حق تاخده، بس هسألها في الأول، أخبار مصر معاكي إيه؟ وحشه جدا. مصر اللي وحشة؟ لا مش المصري، الاخبار بتاعتها. الأخبار اللي وحشة. أنت نفسك إيه كبنوتة ولسه في مقتبل العمر؟ قول بنت 15 سنة. نفسي بلدنا تتحسن شويه والمشاكل دي تروح وتبتدي تنهض، تشم نفسها. تشم نفسها. مخنوقة مصر. الأنفاس، الجو ملوث؟ من إيه؟ الاضطرابات والمشاكل، مفيش لسه الحد اللي يقدر يديها حقها قوي، يقدر ينهض بيها. مش حاسين بيها. أحيانا بقول إن إحنا ما نستحقهاش. أنا كأب ليك أنا بقول الكلام ده. أنا بقول إحنا ما نستحقش البلد دي، ما اديناهاش حاجة. يمكن شادية لما كانت بتقول وكلهم كانوا بيقولوا ما تقولش إيه اديتنا مصر، يعني إيه؟ دلوقتي أنا بحس بالكلام ده. صح؟ صح. قولي يا شروق. هي أنا أول ميدالية على مستوى مصر في الوشو كونغ فو. كونغ فو صعب جدا زي الجمباز كده، ما سمعناش ان حد حقق في الجمباز ميداليات قبل كده. هي يعني ده الكونغ فو غير الكونغ فو الثاني؟ لا هو كونغ فو، هو متقسم لقسمين. ايوه. قسم السانشو اللي هي الفايت، النزال الاثنين قصاد بعض، زي الكوميتيه والكاتا في الكاراتيه. تمام. انا زي الكاتا بقى في الكاراتيه اللي هي الاساليب تاولو. دي صعبه جدا، مفيش حد حقق فيها ميداليات قبل كده غير واحده من سنتين جابت برونزيه. انا اول ميداليه فضيه، وكمان مش كده بس، انا حققت 3 مراكز في البطولات دي. يعني حققت تاني وتالت ورابع، ميداليتين ومركز رابع كمان. وكم من ميداليات، واحنا نشيلنا منك دي محليه. لكن الميداليه الثانيه اللي هي البرونزيه. دي البرونزيه. يعني ارفعيها كده برضه عشان للمصداقيه. دي البرونزيه. واللي على صدرك اللي هي الفضيه. كمان يعني احنا نزلنا من المطار، انا طبعا كنت متوقعه حاجه تانية خالص. استقبال مشرف بقى وحياه ابطال راجعين زي فريق الكوره لما بيرجع من بره كده. انا ما لقيتش اي حد خالص غير طبعا اولياء امورنا، ولا بابا وماما بس. ما فيش غير لا اعلام ولا حد من وزاره الشباب والرياضه ولا حد خالص. ولا حتى رئيس الاتحاد بتاعك ولا حد من لا رئيس الاتحاد كان رئيس البعثه جاي معانا بس.
لكن حد من وزاره الشباب الفريق اللي جاي وعمل حاجات من بره كل ده مفيش. احنا محققين ثالث عالم بعد الصين وايران كفريق كفريق. ترتيب وانت عالم. وانت انا تحديدا لوحدي تاني عالم. ميداليتين. انا لوحدي ميداليتين. طبعا في السنده محققين برضو. جينا نتكلم بقى ان في تركيا. طب استني، قبل تركيا في الكويت. دلوقتي الكويت كابتن شريف مصطفى رئيس اتحاد الكونغ فو احنا بنتصل بيه ومعانا على الخط. اهلا بيك كابتن شريف. كابتن شريف. الو. كابتن شريف اهلا بيك. اهلا بيك باشا. نعرف ان انت دلوقتي موجود في الكويت مش كده؟ بالظبط كده. واللاعبه بتاعتك شروق اشرف المهدي بتقول ان هي تعاني من تجاهل الجميع. هل تتفق معها في هذا المطلب؟ لا، هو برضو عشان تبقى حضرتك عارف، هو الموضوع مش تجاهل. هي طبعا شروق يمكن هي محققه اول ميداليتين على مستوى الطاولو. يمكن ما تحققوش قبل كده سابقا. ايوه. كانت بطوله الجونيور اللي هي كانت في مكاو الاخيره. الميداليه الوحيده اللي احنا حققناها على مستوى 20 سنه سابقه كانت في ميداليه سابقه للاعيبه مروه عبد الغني، كانت جايبه برضه ميداليه برونزيه في بطوله العالم. وهي جابت فضيه. هي جابت فضيه وبرونزيه. تمام. طب دلوقتي هي بتقول ان هي في تجاهل، يعني بقت منسيه زي ما بيقولوا بالرغم من هذا الانجاز. هو ما فيش تجاهل ولا في حاجه، هو طبعا كلهم ولادنا. هو التجاهل اللي هم بيتكلموا عليه، يمكن انت عارف اللائحه بتاعت وزاره الرياضه اللي هو بالنسبه للمكافآت اللي بتصرف للعيبه اللي حاصلين على ميداليات في بطولات العالم. ما خدوش حاجه. لا، هي عشان في لائحه، هي اللائحه المكافآت بتيجي من الوزاره وليس من الاتحاد يعني. ايوه. واللائحه بتقول ان لازم الايفنت او الاسلوب اللي بيتلعب لازم يكون فيه 8 دول. طبعا هي كانت الشروق كانت بتلعب وكان معاها 4 دول بس او 5 يعني. فاحنا بعتنا طبعا يعني الروتين بتاعنا والبيروقراطيه بتقول لازم 8، هي البنت لعبت مع 5 دول. ده انا برضو عشان تبقى حضرتك عارف. احنا من شهر تقريبا كان عندنا برضو بطوله كاس العالم، عندنا 4 لعيبه جابوا ميداليات ذهبيه. وبرضو نتيجه اللائحه بتاعت الوزاره ان اللعيبه العدد ما اكتملش معاهم في الميزان 8 دول، فبرضو مش هياخدوا مكافاه. يعني كده اكن البنت ما عملتش حاجه، اكنها ما مثلتش مصر وحققت هذا المركز اللي ممكن نقول العالمي وكده ولا حس ولا خبر، عشان البهوات البيروقراطيه بتقول 8. طب دي مش بطوله عالم يا كابتن شريف؟ معذره، بطوله عالم سواء 5 ولا 6 ولا 8 بالظبط. ما كانش طلعوها من اساسه ولا ايه رايك؟ لا، هو اللي احنا بنطلعه احنا ما بنبقاش عارفين الايفنت نفسه فيه كام هناك. يعني رحتوا فوجئتوا انه في 5 دول مش 8؟ ده وارد يعني. اصل احنا عندنا هم 11 ايفنت مش ايفنت واحد يعني. فالايفنتات اللي هي لعبت فيها كان العدد فيها طب انت حاسس عشان برضو بالنسبه لك، ويمكن وانت في الكويت دلوقتي، بالنسبه لك كرمت شروق نعم ام لا؟ لا، هو بالنسبه لتكريم اللعيبه اللي حصلوا على جوائز في بطوله الجونيور واللي حصلوا برضه على ميداليات في بطوله كاس العالم، احنا بالفعل احنا خدنا موافقه على حفل التكريم ليهم. ان شاء الله هتكون في اخر شهر 12 ونتمنى ان انتم تكونوا موجودين معانا فيها يعني. ان شاء الله. شكرا كابتن شريف مصطفى من الكويت رئيس اتحاد الكونغ فو، ولكن لم يجب علي يعني تحديدا التكريم. انت عايزه تكريم ايه؟ هو بيقول لك في على نهايه شهر 12 الشهر ده في تكريم، لكن ايه بقى نوعيه التكريم الله اعلم. هيدوكوا فلوس ولا يسلموا عليكم شيك هاند كده والكلام مش عارف. بس يعني انا جينا في تركيا في واحده صاحبتي هناك. احنا طبعا معديين تركيا ومعديين روسيا وكل يعني الدول القويه معدينها كلها. يعني دول اللي عانيناه يعني بعد اللي عانيناه ده كله، بس احنا مصرين ان احنا نحقق حاجه، ان احنا نثبت نفسنا هناك. تركيا هناك رئيس وزراء تركيا استقبلهم في المطار. رئيس وزراء تركيا سيد في البطوله دي. سيد اردوغان
وعمل لهم حفل تكريم. طبعا ده غير حفل التكريم، ده غير التكريم المادي طبعا. متاكده من الكلام ده ولا مجرد كلام بنقوله في الاعلام؟ انا كنت هجيب صوره معايا يا ريت بس كان يبقى ثبتنا الكلام. بس للاسف ما حصلش، بس اكيد هو موجود يعني، اي حد عايز يبحث في الموضوع. لا يا ريت تبعتها لي الاسبوع الجاي عشان نقول لهم يعني البهوات برضو اللي هنا يعني. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا جينا نتكلم ان اللائحه دي لازم تبقى معايا 8 دول و6 لعيبه. انا عايزه افهم، انا مش المركز والميداليتين بتوعي دولت مش يعني اتحسبوا لمصر بالظبط ورفعوا من ترتيبها العام. انا عارفه الجميل منك ايه، ان انا ابتديت قصيد انت بتعملي ايه. على فكره فاتحه كراسه كده وحاطه نقطه ورا الثانيه. انا بحييكي ان انت مرتبه، ان انت ما بتقولي حاجه 1 2 3. انا بحييها، يعني بنت مصريه فاهمه اللي ليها واللي عليها. يمكن انا رديت الكلام ده، بطوله واتحسبت، ما قالوش لا مصر ما خدتش تاني عالم، لكن البيروقراطيه بتاعتنا احنا لازم في اللائحه، عشان قالوا لازم 8 دول عشان يصرفوا لكم الفلوس. بس بره لو 3 لعيبه بس ب3 دول ب3 دول عادي والمركز هيتحسب يعني في التصنيف بتاعنا كمصر. كمصر كترتيب عام هتتحسب. ما رايكم ده معزكم؟ ايه رايكم؟ السيد عمرو فاروق وزير الرياضه في مصر، ايه رايك؟ اعتقد ان دي تعتبر بنتك حققت هذا الانجاز، باباها هيستحمل ازاي؟ انت بقى كوالدها مفيش اي تكريم، ويقولوا لها لا انت مالكيش اي حاجه عشان اللائحه العقيمه بتاعتنا بتقول لازم 8 دول. فاحنا على طول طب يا سيدي مش هنقول استثناء، هذا التصنيف مش وصل لمصر رفع مستوى مصر؟ لا ولا حس ولا خبر. عايزه تقولي حاجه ثانيه؟ انا طبعا عايزه اشكر المدرب بتاعي، هو بصراحه عانى معايا كتير ان هو يوصلني اللي انا وصلته ده بصراحه. طبعا انا عانيت كتير قوي، واشكر والدتي واشكر كل الناس اللي ساعدتني. طبعا كابتن شريف مصطفى لسه ماسك ما بقولهوش، وطلع بطوله بعديها ب 15 يوم، فعمل انجاز اخذ تاني عام برضو على مستوى العالم، فبرضه نشكره، وان شاء الله نتمنى منه ان هو يرفع بالاتحاد ان شاء الله. شروق اللي جايه ايوه طبعا لعبتنا دي على مشارك الاولمبياد، يعني داخله في الاولمبياد وكده، بس لسه ما دخلتش. لا هي داخله يعني داخلة إن شاء الله. طبعا ان شاء الله في اولمبياد 20، واولمبياد الشباب هتخش في 2014 تقريبا في اولمبياد الشباب. اتمنى ان انا ابقى بطل اولمبيه كبيره قوي. طبعا ده مش هيجي بالساهل، اتمنى ان دولتي تساعدني كمان على كده، ان انا ارفع اسمها عاليا، واتمنى كمان ان مش عليا انا لوحدي، في لعيبه كتير قوي بره ومعايا في كونغ فو وفي يعني اللعبات اللي مش واخده حقها. اللعبات الشهيده بجوار اللعبه الشهيره كره القدم اللي برضه حتى دلوقتي مش واخده حقها هي كمان، مش كده؟ عموما انا بشكر شروق المهدي، ولكن بوجه سؤالي ان ارجو من متابعه من العمري فاروق وزير الرياضه. كابتن عمرو يا ريت بعين الاعتبار نبص للناس دي، ارجو في الاسبوع القادم ان احنا نجد حل، او نجد يعني الناس صح، يعني نقولوا عملنا لهم حاجه، البيروقراطيه اللي احنا عايشين فيها نفكها شويه. وانت قاعده دلوقتي معايا عشان نقول ان احنا بنتابع كل اللي احنا بنعمله. الاسبوع الماضي كان معانا